بصراحة ودي أشكرك كثير يا أبو مساعد على حضورك، لأنه بصراحة كثير من أولياء الأمور ما يهتمون للأمر، حضور ولي الأمر. لا حضورك بالعكس. يدل على اهتمامك بولدك. بالعكس بالعكس يا أستاذ طارق، أنا يعني إذا ما اهتميت بأولادي أنا من يهتم فيهم، بالعكس أنا حريص، وبس إن شاء الله يكون مساعد مو بتاعبكم في المدرسة يعني. بصراحة في عندنا مشكلة. لاحظوا المدرسين أن مساعد ما يكتب واجباته بنفسه. مو بصحيح، بالعكس أنا اللي أعرفه أن مساعد يوميا تكون واجباته حاضرة، وكل يوم يروح واجباته يعني محلولة. والله يا أبو مساعد أنا بوريك حاجة هنا ممكن تشوفها معي. هذه صورة من امتحانات مساعد، شايف خط؟ وهذه صورة من دفتر واجباته. شوف الخط هنا يختلف عن اللي هنا. شوف هناك ما ادري كيف قايل ملخبط ما ادري شلون. شايف هذا الخط جميل ما شاء الله عليه، حتى في ورود وقلب ورسومات زي كذا زي ما انت شايف، رسومات حلوه صراحه. شو الكلام هذا يا مساعد؟ كم مرة قلت لك إذا أختك حلت لك الواجب أنت تكتبه بنفسك في دفترك. بس ما يصير هي تحل لك الواجب وتكتب الواجب هي بعد. يا أخي زي ما يسوون إخوانك، إذا حلت لهم الواجب هم يكتبونه في دفاترهم. ما يصير الكلام هذا. لا عاد تعودها. الشت عند أستاذ طارق. خلاص يا أستاذ طارق أنا أوعدك الموضوع هذا ما يتكرر إن شاء الله. بنفسه راح يكتب الواجب. لا ولا يهمك. خلاص يا مساعد؟ ان شاء الله. وعد؟ ان شاء الله. يلا موضوع بسيط، لو كلمتني كان حليناه بالتليفون. اعتقد اني انا استاذن الان. لا ابو مساعد، بصراحه في مشكله ثانيه، في مشكله كبيره صراحه. خير ان شاء الله. ابنك مساعد يغيب عن المدرسه. امس غايب، الاسبوع اللي قبله غايب 3 ايام، الاسبوع اللي قبله غايب 4 ايام. لا معلش في سوء فهم موضوع يا استاذ طارق. يعني كيف يغيب وانا يوميا اوصله بنفسي لباب المدرسه، كل صباح انا اوصله. صح معك حق، انت توصله بس بعد ما توصله تمشي هو ينتظرك لين تمشي، بعدين يروح البقاله والبوفيه اللي جنبنا دي هو ورفاق السوق. يغيب عن المدرسه يعني؟ نعم. يعني كل صباح انا اوصله ويغيب؟ بالضبط. ما تسال على وجهك انت. ايش قله الادب هذه؟ يا اخي تبغى تغيب قل لي واحنا في البيت. تصحيني من صباح الله خير، اوصلك واديك مشوار وارجع انام ثاني مره. لا هذه قله ادب هذه صراحه يا مساعد. يعني كله كوم والموضوع هذا كوم. لا مو يعني انا صحيان طول الليل واصحى الصباح عشان اوصلك، طيب قل لي في البيت انك بتغيب. مو هذه المشكله. لا هذه مشكله، كيف هي مشكله يا اخي؟ انا اصحى من الصباح، معليش يعني اصحى من الصباح عشان اوصل يطلع غايب؟ طيب يقول لي من الاول. ايش الكلام هذا؟ هذا قله ادب صراحه. لا اوعدك ما تكرر هذا، اوعدك ما تكرر، اللي بيغيب يقول لي من البدايه. الله العظيم. شو بقول لك؟ لا انت وضعك سيء، عسى بس بعد ما في شيء ثاني بعد الدكتور. لا بصراحه فيه. لا في عندنا مشكله كبيره. مدرسين امس كفطوا معه هو في الحمامات بكى الدخان، ولدك كان يدخن في الحمامات. يدخن في الحمامات؟ اي يدخن في الحمام. مساعد دخن في الحمامات يا مساعد؟ والله سيجاره واحده. الله يقرفك يا مساعد، الله يقرفك يا مساعد. يا اخي كم مره قلت لك اذا بغيت تدخن يا اخي دخن في البيت، خذ لك سيجاره عقب الغداء. لا تدخن في الحمامات الله يقرفك. ما يصير الكلام هذا. كيف شوف الاستاذ يقول ما يصير. صدقني يا استاذ انا وامه اكثر من 1000 مره نقول له يا ولد اذا بغيت تدخن دخن في البيت وانت رايق، بعد الدسم تحلى السيجاره. لكن الكلام هذا ما يصير يا مساعد في الحمامات الله يقرفك. لا يا ابو يا اخي وبعدين اذا خرمت على السيجاره في المدرسه قل للاستاذ، قل سعاده الوكيل يا سعاده الوكيل ابي سيجاره ابي ادخن، يعطيك سيجاره وبعدين يوديك غرفه المدرسين يدخنون فيها المدرسين يعني، وخذ لك سيجاره. اما في الحمامات الله يقرفك شو التربيه هذه؟ انا اسف، انا اوعدك انه ما تكرر الموضوع. تكرر الموضوع ولا بتكرر ولا لا؟ خلاص انتهى الموضوع. خلاص يا طارق اعتبر الموضوع منتهي. تدخين في الحمامات ما فيه. الله يقرفك يا شيخ، الحمام دخن. الله العظيم. انا صراحه يعني انا اعتقد انه يعني في ان شاء الله ما يكون في مشاكل ثانيه، لان الوضع واضح انه تربيتي انا اعتذر في مشكله في التربيه. والله يا ابو مساعد فيه، بس بعد اللي سمعته يعني اظن ما في داعي اني اقوله خلاص. ما له اهميه. كيف ما له اهميه؟ لا ما له اهميه ابد. كيف ما في اهميه؟ لا ما له اهميه. لا عفوا قاعد تهني يا استاذ طارق. اذا انا ما اهتميت بتربيه ابنائي من يهتم؟ اذا انا ما ربيتهم من يربيهم؟ تربيهم القنوات الفضائيه؟ يربيهم الانترنت؟ يربيهم الغزو الفكري والعياذ بالله؟ لا ولا خليهم تايهين في الشوارع مع اصدقاء السوء. لا ارجوك يا استاذ طارق، انا مصر اني اعرف ايش المشكله. صح. وانا يا ابنائي فردتك بادي. كلامك صح وانا بقول لك شو المشكله، بس صراحه مشكله كبيره. ابى اقول لك يا ابو مساعد ان المدرسين يوم مسكوا مع البكت مسكوا مع هذا الجوال ولقوا فيه مقاطع اباحيه. فاهم علي يا ابو مساعد؟ لقوا فيه مقاطع اباحيه.
سعد يا اخي ادم، قال لي ما تستحي على وجهك، فشيتني الله يفشلك. مشيت لك الدخان ومشيت لك الغياب، لكن توصل فيك المواصيل انك تسرق جوالي، تسرق جوال ابوك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ابوك ذا متاكد؟